أنا عارفة إن محدش ممكن يصدق إن أنا وسلفتي بقالنا أكتر من سنتين لازم نقعد تحت سرير حماتي. السبب كان مفاجأة، وعمرنا ما تخيلنا إن احنا ممكن نعمل كده في يوم من الأيام. صاحبة القصة بتقول اسمي هيام، عندي 25 سنة دلوقتي، متجوزة من 5 سنين، وسلفتي عندها 23 سنة، متجوزة وهي عندها 18 سنة. الصراحة أكتر حاجة ممكن الواحدة تعملها غلط في حياتها إنها تتجوز حد يا قدها في السن يا أصغر منها. السبب هنعرفه مع بعض، اللي ممكن تكون بتواجهه بعد كده في حياتها بسبب جوازها من الشخص إنه يكون سنه تقريبا قد سنها أو أصغر منها. بداية قصتي بتبدأ بإن أنا وبنت عمي متربيين في قرية صغيرة. الصراحة احنا كنا يعني لا مبسوطين ولا محتاجين، يعني الأمور نص نص كده زي ما بيقولوا ماشية يعني. كنا في مدرسة واحدة، وكنا بنروح مع بعض من واحنا صغيرين، من أول الابتدائي لما خلصنا الدراسة. سلفتي دي تعتبر زي أختي بالظبط، وطول الوقت كان كل سري معاها، وكنت بتكلم معاها في كل حاجة أنا عايزاها وأي حاجة مضايقاني، وكل أسراري كانت معاها وهي كل أسرارها كانت معايا. الصراحة من واحنا صغيرين ودايما بنحب نقعد كده وننفرد مع بعض ونحكي ونقول اللي في قلبنا، وبالذات ساعة ما بيبقى في حاجة مضايقانا جامد. الموضوع ما اقدرش اقول ان هو يعني مش بس بيبقى راحة نفسية انك بتتكلمي مع حد بتحبيه، ده كمان بيعمل استقرار في حياتك، وممكن يعالجلك المشاكل اللي ممكن تواجهيها وتأثر عليك كمان في حياتك. الكلام بيريح كتير، بالذات مع شخص بتكوني واثقة فيه. وأحلى حاجة بقى لما انتي يعني بتجربي دايما حاجات جديدة. الموضوع ده في الأول أنا مكنتش معترفة بيه، ولكن لما فعلا أقنعتني وجربته لقيت إنه بيفرق كتير. ده غير إنك ما بتضيعيش وقت في الفاضي، بتحاولي دايما تكوني على الطريق الصحيح. أنا اتجوزت وما كنتش أتخيل أبدا إن أنا ممكن لو اتجوزت شخص قدي في السن أو أصغر مني ممكن يحصل لي كده أبدا. في بداية ما تقدم لي علي كنت فاكرة إن عمره أكبر من عمري، ومتخيلتش أبدا إن أنا هتفاجئ يوم كاتب كتابي إن سنه أصغر من سني بسنتين. يعني من الآخر كده ما كانش ينفع خالص للجواز، ولكن عشان طبعا هما مبسوطين ماديا وأمورهم متيسرة، فباباهم ومامتهم كانوا عايزين يفرحوا بيهم بدري عشان يطمنوا عليهم ويلموهم بدري بدري ما يبقاش في مشاكل بسبب. وطبعا أنا وأهلي زي أي ناس في الدنيا، لما يتقدم لي شاب ميسور الحال ولسه سنه صغير وأهله معروفين إن هما ناس مبسوطين وكويسين، فطبيعي جدا إن انتوا توافقوا من غير تفكير. وده بقى اللي حصل معايا. جابولي طبعا مهر كبير، وكمان جابولي حاجات كتير قوي زي ما احنا متعودين دايما ان العريس بيجيب للعروسة الحاجات اللي هي المهمة واللي هي التقليدية اللي متعودين عليها. وكنت مبسوطة جدا الصراحة وطايرة من السعادة. ويوم خطوبتي دي كانت ليلة ولا ألف ليلة زي ما بيقولوا. كان بالنسبة لي عريسي زي المصباح السحري، أي حاجة عايزاها أو أي حاجة حابة إن هي تكون موجودة مجرد بس ما أقوله. وفعلا رحت ونقيت أجمل فستان ممكن تشوفه عنيكم، وعملت أجمل ميك اب في أجمل مكان، وحجزنا طبعا مكان كويس ورتبنا الدنيا
وبنت عمي اللي هي صديقة عمري كانت معايا لحظة بلحظة وما سابتنيش أبدا. في الوقت ده العريس كان ليه أخ أزيد منه في العمر حوالي سنة واحدة بس، وكان لسه طبعا بيدور على عروسة. وفي الوقت ده اتصادف هو ومنى بنت عمي، كانت طول الوقت معايا وهو كمان كان طول الوقت مع أخوه. ولما اتقابلوا بالصدفة اتعرفوا على بعض، والصراحة من كتر ما كنت بحبها ودايما عايزاها معايا كنت دايما بقول يا رب كده يفهموا بعض ويعجب بيها. كنت مختارلها فستان شكله حلو أوي مناسب يعني، وكمان كانت عاملة ميك اب خفيف وكانت زي القمر. ومن أول عينه فعلا ما شافتها أعجب بيها على طول وبجمالها وبرقتها، وعلى طول حاول إن هو يتعرف عليها. في الوقت ده كان يوم الحفلة، وسأل عنها وسألها لو توافق إن هي تكون ليه وتكمل معاه حياته. بصت له كده وقالت له بصوت هادي طبعا موافقة، وأي واحدة في الدنيا تتمنى شخص كويس ولطيف ومهذب زيك، وكفاية إن هكون مع أختي. وفعلا بدأ ياخد ميعاد من أهلها وراح يتقدم لها، وطبعا كانوا طايرين من السعادة عشان كل المواصفات اللي أنا حكيتها لكم. وعدت ليلتي وكانت ليلة جميلة جدا، كل الناس كانت فرحانة ومبسوطة. وحددنا الفرح بعد 6 شهور بس. بالنسبة لهم ال6 شهور دول كانوا كتير جدا على فترة الخطوبة، ولكن احنا اللي حاولنا نخليهم أقصى حاجة 6 شهور على قد ما قدرنا، عشان أنا لسه هتجهز وهرتب نفسينا وكده ومش مستعدين. مع رغم ان هم قالوا ما تجيبيش حاجة وممكن ان انت تجيبي اللي تقدري عليه، ولكن بابا قال لي مش معنى ان احنا ظروفنا على القد ان انا هخليكي تتجوزي وانتي ما عندكيش حاجة، وهجيبك هحاول اجيبلك كل الواجبات اللي بتجيبها اي عروسة، عشان دايما تبقى رافعة راسك ومفيش حد يضايقك بكلمة في يوم من الايام، لا حماكي ولا حماتك ولا حتى جوزك نفسه. الصراحة لقيت كلامه كله صح، فرحت جدا لما قال لي كده. وبدأنا إن احنا بعد الخطوبة على طول نفكر في كذا جمعية ونظبط في دنيتنا، وماما كانت كل يعني شهر كده تجيب لي كمية حاجات معينة. لما قربنا على الفرح وجه بقى اليوم اللي بتتمناه كل بنت في الدنيا وبتفضل طول عمرها تحلم بيه، سواء بقى اتجوزت وهي صغيرة سواء اتجوزت وهي كبيرة. اخترت أجمل فستان ليلة فرح، وجاب لي كل حاجة كنت بقوله عليها. كنت مبسوطة جدا. الشقة بتاعتي كانت شقة جميلة فعلا، ومجهزها لي أحسن حاجة وأحدث حاجة وأجمل حاجة. كنت الصراحة مبسوطة بحاجتي وبمكاني، وبتمنى كده اليوم اللي تبقى كل الحاجة دي ملكي وإني أجي وأعيش فيها. وفعلا جه اليوم ده وليلة فرحي كانت الصدمة بالنسبة لي. أول ما حصل يعني بينا اتقابلنا وكده وحاولنا إن احنا نقعد مع بعض ونشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله، واتفاجئت بيه بعد ما غير هدومه. مفيش تقريبا شكل خالص، الحجم صغير جدا. لما استغربت الموقف كلمته وقلتله ازاي الموضوع كده. كنت جريئة جدا في اليوم ده، معرفش ازاي جاتلي الجرأة ان اقول الكلمة دي، بس انا قلتها لان حسيت ان في حاجة مش طبيعية. ده غير ان يعني مهما يحصل ليه حجم معين وشكل معين ما بيزيدش عنه. المهم هو اتضايق جدا لما انا سألته السؤال ده ومردش عليا وسابني ومشي وخرج من الأوضة. وبدأت ان انا اتكلم معاه واعتذرله، ولكن الصراحة ما اقدرش اقول لكم غير ان اتضايقت جدا،
لأن عارفين إن دي أهم حاجة بتخلي الست سعيدة، ودايما هي اللي بتخليها توصل لكل حاجة هي نفسها يعني تبقى موجودة معاها أو بتحسها. وبالنسبة لي كانت حاجة كده قفلتني بطريقة قوية، بس في نفس الوقت حسيت إن أنا انحطيت في الموقف خلاص، وإن مبقاش ينفع إن أنا أتكلم في حاجة. اعتذرتله وحاولت إن أنا أعدي الدنيا في الليلة دي، مقدرش إن هو يقوم بالواجب كله في الليلة دي اللي هو الطبيعي، وحاولنا بكل الطرق لما حصل اللي احنا عاوزينه، وعدت الليلة مع رغم إن هي كانت فيها حاجات ياما مش حباها، مع رغم إن كنت أحس إن هو يوم جميل جدا، بصراحة يوم مختلف عن كل أيام عمري. والصبح طبعا لقيت والدته ووالده طالعين بدري وبيخبطوا على الباب، وكأنهم كده نفسهم يطمنوا ولكن بطريقة حلوة. لقيت حماتي جايبالي هدية وكمان جايبة شوية حاجات كده، وطالعة هي وحماية وبيعتذروا إنهم يعني طلعوا بدري، ولكن الصراحة قلتلهم ما يهمكوش حاجة واستقبلتهم كويس جدا. وتقريبا كده صحيت جوزي ومكانش قادر يقوم، مجهود الفرح بقى وعريس زي ما انتوا عارفين. قمت كده روقت وفرفشت وكمان حضرت الفطار وفطرنا كلنا سوا، وبعد كده قدمت لحماتي هديتها وكمان قدمت لحماية هديته، وكانوا مبسوطين جدا الصراحة، وأنا كنت مبسوطة إن هما مبسوطين. وطبعا بعد الظهر كده بفترة لقيت ماما وأهلي جايين يطمنوا عليا ويشوفوا إذا كنت رفعت راسهم ولا لأ، ولما اطمنوا لقوا كل حاجة تمام وأنا طمنتهم ولقوني مبسوطة، مشوا وهم كده مطمنين، وما كنتش أعرف إن ممكن في حاجات تانية كتير ممكن تظهر قدام. وبدأت تمشي رحلة حياتي، الحياة الطبيعية اللي هي بعد شهر العسل زي ما بيقولوا، بس هو ما كانش عسل قوي يعني، كان عسل نص نص، بس كانت ماشية الدنيا. أنا من النوع اللي ما بيحبش الكآبة، بحب السعادة والمرح، بحب إن أنا أكون واقعية شوية، محبش الخيال. بدأت حياتي تمشي عادي. في الوقت ده طبعا كنا بنرتب لحفلة الخطوبة لبنت عمي اللي هي صاحبتي، وفعلا رتبنا لها الخطوبة وكانت أجمل حفلة. وطبعا من هنا بدأنا نوضب في شقة أخو جوزي اللي هي كانت فوق مني على طول، كان لسه نص تشطيب الشقة، ما كملش التشطيب بتاعها كله، وكان بيجي على طول صنايعية فوق عشان يوضبوا في الشقة. وكانوا متفقين يعني عمي على خطوبة سنة عشان يقدر يجهز بنته من مجاميعه ومن كل حاجة، ومش عايزها تبقى متجوزة وناقصها أي حاجة، ما هي بنته برضه الوحيدة على 3 ولاد. وكان يهمه مع رغم إن احنا ظروفنا بسيطة إن هي برضه تبقى متشرفة في حاجتها وجايبة كل اللي نفسها فيه. كان بيجي صنايعية كل يوم من جميع الأشكال والألوان، بتوع السباكة وكمان بتوع البلاط والنيارة والكهرباء، كل دول بيجوا ورا بعض فترات. وكنت أنا المسؤولة مع حماتي بالأكل، يعني كنت أحضر الفطار وأطلعه للصنايعية، وأحضر بعد كده الغدا، الشايات، العصاير، المية، كنت دايما أنا اللي مسؤولة بكل الحاجات دي. في الوقت ده كان بقالي فترة طبعا بعد الجواز، عايزة أقولكوا إن ما كانش فيه ولا مرة كنت ببقى موجودة مع جوزي وكنت ببقى مبسوطة أبدا.
الموضوع كان فعلا حاجة بالنسبالي كأني مشوفتش حاجة، كان عادي جدا، بس مكنتش بقدر إن أنا أتكلم، لكن مكنتش مبسوطة، بالذات إن كنت بحس إن عايزة حاجات كتير في أوقات كتير، ولكن اتعودت إن أنا أسكت، لكن كان مضايقني الموضوع. وهنا طبعا كنت بطلع أحط الأكل الصناعية زي ما قلتلكم، ولكن الموضوع معايا اختلف خالص، كنت ساعات عيني بتقع على مناطق معينة، بقى عندي فضول أعرف هي كل الناس كده ولا عادي يعني، ولا هو مختلف ولا ايه. في يوم صنايعي قطع عليا واخد بالي ان انا ببص على حاجة معينة، لان الصراحة هي كانت باينة ان هي ضخمة يعني من بره. من ساعتها وهو ركز معايا، وبقيت كل يوم لما اطلع كان يحاول يتكلم وياي، يعني يطلب مني حاجات معينة عشان اكل وشرب، يعني اعملها له ساعة الغدا، او مثلا نوع عصير معين، حاجات من دي. وبدأ بينا الكلام. في الوقت ده طبعا بدأت ان انا اتعرف عليه، وبدأ كمان ان انا اخد رقم الموبايل بتاعه، ورنا بقى في كلمة في رسالة، بدأ يكون في بينا تعارف. مش عارفة ليه كنت مايلة للتعارف وللموضوع، مع الرغم ان عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل كده في يوم من الايام. وبدأت كلمة في حكاية، وبعد كده حصل حاجة بقى في اليوم ده، كان مفيش أي صنايعية خالص غير هو بس اللي موجود فوق بيشتغل، وكان في اليوم ده عرقان جامد، وكنت الصراحة أنا طالعة كده على فجأة، وأخدت بالي إنه قاعد واخد راحته وماسك في إيده التليفون. هو لسه شاب بس عنده 28 سنة، متجوز، وده بسبب الظروف المادية. ولما حصل بينا كذا موضوع يعني وكلام، في اليوم ده كل المسافات اتشالت، واللي شفته صدمني، لأني كنت فاكرة إن كل الناس زي بعضيها، لكن حقيقي ما كنتش مصدقة نفسي. ومع رغم إن دي كانت لأول مرة، مع رغم إن حسيت إن عمري ما حصل معايا حاجة قبل كده زي اللي حصل النهاردة، كنت حاسة إن أنا مبسوطة بطريقة جامدة، والأول مرة أحس إن أنا ست وموجودة، وإحساسي بقى كله كامل. كنت في كل مرة بحس إن أنا متضايقة، كان الموضوع بسرعة، وكان مش كبير، وفي نفس الوقت كنت بحتاج وقت أطول وما كنتش بلاقي أي حاجة. هنا لقيت كل حاجة، وتقريبا ما كنتش بنسى الحكاية، وكل ما غمض عيني أفتكر اللي حصل. وفي الوقت ده لدرجة إن كنت عايزة الموضوع كل يوم، مش عارفة ليه ما كنتش بفكر في العواقب، ولكن كنت بفكر بس في اللي أنا عايزاه. وده طبعا لأن السن كان صغير وقلة خبرة، وما أقدرش أقول غير كل اللي حصل من بداية الجواز لحد دلوقتي غير إن هو كان غلط وبس. وفي يوم الموضوع حصل، وحماية كان طالع يبص على الصنايعية وشاف كل حاجة. الغريب إن هو متكلمش، وكان كل شوية يبصلي ويسكت. ولقيته في يوم بيقولي: أنا مش هتكلم في حاجة، ولكن أي حاجة أقولها لك تنفذيها على طول. ما هو الغريب مش أحسن؟ وإيه اللي خلاكي تعملي كده؟ رديت عليه وحكيت له كل حاجة بالتفصيل. قال لي: أنا عارف إن هي دي مشكلة ابني من زمان، وعشان كده طلعنا لكم يوم الصباحية بدري نطمن، لأن احنا كنا قلقانين، لأن الموضوع عنده غير طبيعي، بس قلنا إن احنا نطمن. بس يعني قلت إن لسه بدري إنك تعملي كده،
أنا كنت متأكد إنك هتحتاجي تعملي كده، لأن الموضوع معاه مينفعش خالص. رديت عليه وقلتله طب ليه جوزتوه وليه ظلمتوني معاه؟ قال لي يعني عادي، الفلوس كتير وكان لازم إن هو يتجوز ليكي أو لغيرك، فده الطبيعي. قلتله طيب مفيش علاج؟ قال لي حاولنا كتير وده كده أقصى حاجة قدرنا نوصلها، فعادي أنا موجود لو في أي وقت حسيت إن انتي عايزة أي حاجة، وما تحطيش نفسك في موقف زي ده تاني. وفعلا اتفقت معاه على كده، وكنت صغيرة ومش فاهمة معنى اللي بيحصل. وبعد كده في يوم كنت قاعدة وواخدة راحتي معاه، وحماتي جت من السوق من برا فجأة بدري غير العادة، واضطريت إن أنا أقعد تحت السرير شوية عشان الموقف يعني. ولما سألت عني قال لها إن أنا طلعت فوق شقتي، وفي الوقت ده الموضوع اتقطع ومكملش، لقيته بيكمل مع حماتي. حماتي كانت صغيرة وحلوة وشقية برضه، وكانت بتحب المواضيع دي جدا جدا، وما كانش فيه يوم بيعدي كده عليها أي كلام. بس في نفس الوقت برضه حماية كان يقولي انتي صغيرة وأجمل، والموضوع ده كان بيخليني مبسوطة جدا. وفي نفس الوقت أنا كنت حاسة إن أنا عايزة غصب عني مش بمزاجي. وبعدها بفترة اتجوز سيلفي الصغير، اتجوز بنت عمي اللي زي حالاتي بالظبط مش فاهمة أي حاجة. هتقوليلي ليه ما قلتلهاش وهي مخطوبة؟ ايه المشكلة اللي عندك؟ ما كانش ينفع ان انا اتكلم مع اي حد مهما يكون في الموضوع ده اصلا، لان هي اكيد لما انا هكلمها هتسيبه، ولما هتسيبه هيسألوها ايه السبب، ولما يسألوها كل اللي حواليها ايه السبب هتقول ان انا قلت ايه بالظبط، وبكده اكون عملت لنفسي مشاكل كبيرة. عشان كده سبتها تتجوز، وبرضه لقت نفس الموضوع. المشكلة اللي عندي لقتها عندها. المشكلة ان هي كانت يعني اقوى مني كمان بكتير، نار زي ما بيقولوا. ومن اول اسبوعين بالظبط بدأت تشتكي ومش مبسوطة، وحاولت افهمها ان ده العادي وانه حتى موجود عندي بالظبط. ومن الاخر كده احنا مع بعض، وان كان على تهديدك يعني ممكن عندي حل ليكي كويس. وبدأت ان انا افهمها الامور ماشية معايا ازاي، ما احنا مش هنسيب العز ده كله ونروح نتبهدل تاني ونعيد نفس الموضوع. واللي كان مخليني مقتنعة بكده كان حماي. وبعدها بفترة كنا مبسوطين جدا، ولكن المشكلة ان بدأنا نعاني من قلة الخلفة. كان عندي شوية مشاكل وهي جوزها كان عنده شوية مشاكل، يعني العكس. وما كانش فيه أولاد أول سنتين دول. حماتي كانت مكبرة دماغها لأن حماية كان طول الوقت شاغلها، وكمان عارفة إن الولاد كانوا يعني على قدهم شوية، فكانت سايبة الأمور كده تمشي براحتها. ودي بقى كانت أحلى حاجة في حماتي، إنها بتكبر دماغها. وطبعا من هنا حصل نفس الموقف. كانت في يوم رايحة السوق بدري وخلصت وجت بدري، واحنا الاتنين موجودين تحت يعني مع بعض، كنا بنعمل كل الشغل سوا. وطبعا اضطرينا ان احنا نقعد تحت السرير شوية، ولما قعدنا سمعنا كل حاجة. وبقى الموضوع عندنا عادة، بنحب نقعد ونستعد ونسمع كل حاجة. كان الموضوع بيفرق معانا كتير. بس بعد كده كبرنا ونضجنا بعد كذا سنة، وعرفنا وفهمنا ان كل اللي بيحصل ده كان غلط،
وده كان بسبب سوء التربية. المفروض إن احنا نتربى على حاجات تانية كتير غير اللي اتربينا عليها عشان نطلع عندنا نضوج وفهم للمواقف. وآخر حاجة وصلتلها أنا وهي إن احنا لازم نتطلق، هي كمان عايزة تتطلق وأنا برضه، ولكن الأهل وكل الناس رافضين عشان العز والنعيم اللي احنا فيه، ولكن ما يعرفوش إن في حاجات تانية أهم من العز والفلوس بكتير جدا. ولكن دايما تلاقي كل شخص وليه طريقة تفاهمه وطريقة تفكيره. احنا بنحاول على قد ما نقدر، لكن الأهل كل ما ناخد القرار والموقف يرجعونا تاني ويقولوا لازم إن انتي تكملي سواء معاكوا ولاد أو معكوش. الصراحة اتضايقنا جدا منهم إن هما مصرين إن احنا نكمل في الغلط. حماية راجل شقي جدا والولاد مش طالعينله خالص، ومفيش أي حاجة شايفة إن هي صح في الموضوع كله، ومش عارفة ازاي نخلص من الموضوع ده ونتكلم ولا منتكلمش ولا نعمل ايه أصلا.